لقد رحل نصف رمضان مسرعا، ولكن بقى النصف الآخر. إذا قصرت في النصف الأول فلديك فرصة لتعويضه في النصف الآخر، فأكثر فيها من القيام وقراءة القرآن. عسى ربنا أن يغير أحوالنا إلى الأفضل، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائكم من النار، ففيه ليلة خير من 1000 شهر. رمضان ما زال أمامكم وما زال فيه تعويض، فلا تقصروا بحق ربكم. عسى أن يغفر لنا، وعسى أنه يكون آخر رمضان لنا نصومه في هذه الحياة، فلنصوم صيام مودع. قصتنا لهذا اليوم هي قصة وزير سيدنا سليمان مع ملك الموت. تقول القصة: ذات يوم كان يجلس ملك الموت عند سيدنا سليمان عليه السلام متمثلا في صورة جميلة، وكان أحد وزراء سليمان عليه السلام يجلس معه، واستمر الحديث فيما بينهم، وملك الموت موجود بينهم. فلما انقضت زيارة ملك الموت وبعدها غادر هذا المكان الذي يجلس فيه الوزير مع سيدنا سليمان عليه السلام. فقال الوزير: من هذا الرجل الذي يجلس أمامي؟ ثم انصرف يا نبي الله. فقال سيدنا سليمان عليه السلام للوزير: لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقال الوزير: لأنني رأيته ينظر لي نظرات غريبة وعجيبة. فقال سيدنا سليمان عليه السلام للوزير: إنه ملك الموت. فارتعدت أعصاب الوزير وبدأ الخوف يملأ قلبه. لماذا ينظر إلي بهذه النظرات؟ أستحلفك بالله يا نبي الله أن تأمر الرياح أن ترسلني إلى بلاد الهند. فقال سيدنا سليمان عليه السلام للوزير: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله إذا كان قضاء الله قد حان؟ وبعد إلحاح من هذا الوزير على سيدنا سليمان، أصدر سيدنا سليمان أوامر الرياح، فحملت هذا الوزير إلى بلاد الهند. وبعد وصوله إلى بلاد الهند جاء ملك الموت إلى سيدنا سليمان زائرا. فقال سليمان عليه السلام لملك الموت: لماذا كنت تنظر للوزير هكذا؟ فقال ملك الموت: يا سليمان، لقد عجبت بأن هذا الرجل كان يجلس عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند. فلما رأيته جالسا عنده فعجبت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روح هذا الوزير في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روح هذا الوزير ذهبت إلى بلاد الهند لأنفذ أوامر الله، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله عز وجل. الشاهد من هذه القصة: إذا جاء قضاء الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.